ليه ربنا يأتمن شخص بيدي كل اللي عنده للناس وممكن يروح لحد تاني ما بيديش اللي عنده للناس؟ ايه اللي يخليه ياخد الفاصلة دي؟ أنا عندي سؤال، يعني برضو أزمة مش يعني أعتقد مشهورة قوي والناس بتقعد تسأل عنها، وهي حاجة احنا عايشينها يعني كانش يوميا أسبوعيا في الكنايس. يعني أشهر صلاة احنا بنصليها يعني أبانا الذي في الآخر بيقول له خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. فخبز الكفاف هنا عليه علامة استفهام كبيرة قوي. هزود على كلامك كمان، أنت قلت إنه ربنا ما عندوش مشكلة إن هو يديك بزيادة بس عشان تدي الآخر. وموافقك قوي انه في الاخر المينيمم هو ال 23% او وات ايفر النسبه، بس في الاخر هيبقى فيه دايما سؤال انه الاخر اللي يكفيني قد ايه، عشان في الاخر يبقى اللي زايد عندي ده اديه للاخر. لانه في الاخر احنا نقول لا، ما أصل ده مش كفيني فانا عايز اكتر، مش كفيني فانا عايز اكتر، مش كفيني وانا عايز اكتر. لا طب اصل انا عامل حساب بكره، اصل انا عامل حساب ان انا عندي عيال، عامل حساب مش عارف المستقبل. لا ما اصل انا في الاخر ربنا قال لك يعني احسب الحسبه ويعرف حساب النفقه والكلام ده كله، فانا اكيد بقى حاسبها صح دلوقتي. ودي دوامه ما بتخلص، ونرجع تاني في الاخر نقول له خبزنا كفافنا اعطينا اليوم. فسؤالي بكل بساطه، اعرف منين اللي يكفيني كرقم واضح عشان في الاخر بناء عليه اعرف اقول انه الباقي ده مش بتاعي؟ سؤال رائع عشان فيه جزء عملي. هقول الجزء الروحي والجزء العملي واقول لكم احنا بنعمل ايه انا ومراتي، اوكي، انا وساره. المفهوم بتاع يوحنا انه كل ما هو في العالم من شهوة الجسد، من شهوة العيون، من تعظم المعيشة، نفاية. انا بالنسبة لي العالم يمضي وشهوته، ده اللي بيقوله الآية في يوحنا، تزول. العالم يمضي وشهوته تزول. بولس بيتكلم في نفس الفكرة، انه كل اللي انا كسبته من شهرة، من اي حاجة، من نفاية احسبها من اجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، نفاية. الكونسبت بتاع كورنثوس الاولى اصحاح 6، مجدوا الله في اجسادكم وارواحكم التي هي لله لانكم اشتريتم بالثمن. وده الكونسبت في العهد الجديد. في العهد القديم في ارقام، الكونسبت في العهد الجديد حبيبي انت كلك بتاعه. فهي مش فكرة الماديات، هرجع لك في الجزء العملي ادي كام، لكن الفكرة الروحية في العهد الجديد انت كلك حبيبي، كلك المواهب اللي عندك دي بتاعته مش بتاعتك. مين قالك ان انت شاطر في الشغل عشان هو ادالك الموهبة دي في الشغل فانت بتستخدمها في الشغل فبتجيب منها فلوس، بيدفعوا لك مرتب علشان انت بتستخدم الموهبة دي. الموهبة دي جايه منين؟ منه. كورنثوس الاولى اصحاح 4 بولس بيقول من يميزك وان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر كانك لم تاخذ. عايز يقول انه كل الحاجات اللي عندك دي انا مديها لك، دي حاجات انت ما خدتهاش من نفسك. لو هتفتخر بحاجه افتخر انه انا اديتها لك، دي ما جبتهاش من عندك. لبسك اللي انت لابسه ده من عنده، جاي من فلوس هو باركك بيها من خلال شغل معين، هو اللي مديك الشغل. الوقت اللي انت بتستخدمه، بتصحى الصبح بتروح الشغل من 9 ل 5 ترجع، الوقت ده كله هو اللي مديهولك وممكن ياخده في اي وقت. انت كلامك يا شاذي بيقول ان العشور مش بس فلوس لكن كمان انت كلك على بعض، كل حاجة عندك، فلوسك ومواهبك ولبسك وعربيتك وشقتك وكل ما تمتلكه هو انت بتاعه. تدي كام؟ اللي بنقوله definitely minimum العشر 10% من المرتب بتاعك. في ناس كتير بتتكلم في الحتة دي ممكن نسمعها، لكن مينيمم 10%. ساعات كتير ببقى انا حاسس انه لا انت اديتني زياده كتير قوي الوقت اللي فات في السنه دي مثلا، عشان كل سنه بنعمل موضوع التاكسس ده، او بيجي لنا احتياجات كتير في الخدمه فبنقول لا انا اي هاف مور. لا هم 10%، لا هم مش 10%، انا ساعات ممكن ادي 90%. انا بتكلم، انا ام نوت تراينج تو شو اوف، مش بحاول اتمنظر، انا بقول لكم حاجه عمليه واحب واشجع الناس انها تعملها. عشان كده جزء من القصه اللي كان حد بيسالني عليها امبارح انه اشارك، غالبا مش هشارك قوي بكل الحاجات، بس احنا في وقت معين احنا ممكن ندي كل اللي عندنا. ولما بتعمل كده ربنا بيشوف القصه دي بشكل مختلف. ليه ربنا، وهختم بالحته دي لو في اسئله تانية، ليه ربنا يأتمن شخص بيدي كل اللي عنده للناس وممكن يروح لحد تاني ما بيديش اللي عنده للناس؟ ايه اللي يخليه ياخد الفاصلة دي؟ ايه اللي يقرر ده؟
ربنا انا شايف من حسب ما انا فاهم من الكتاب بيقدر يأتمن على واحد بيدي كل اللي عنده، فربنا يقول خد تاني. انتوا عارفين انه متى 25 لوقا 19 مثل الوزنات ما بيتكلمش عن المواهب. بيتكلم عن الفلوس. كان عندنا جدال مع كذا حد في القصه دي. اه متى 25 لوقا 19 بيتكلم على الفلوس. ارجع ذاكره هتلاقيه بيتكلم على الفلوس. ممكن تاخد المبدأ الروحي بتاعه وتحطه في المواهب، انت حر، شور ينفع يشتغل، بس هو بيتكلم عن تالنتس، على الفلوس. كل من له يعطى فيزداد، ومن ليس له عنده فالذي عنده يؤخذ منه. فربنا بيأتمن شخص هيدي من اللي عنده، بتدي خد تاني يا حبيبي، زود اللي عندك، عشان لو انت ما بتديش يديك ليه؟ انت كلك بتاعه، فانت ادي 10% على الاقل. ولما يجي لك حد من الكنيسة، اسقف، كاهن، ابونا، مش عارف مين، حد في الخدمة بيشاركك، انت شفت حاجة من غير ما حد يشاركك، صلي انت ومراتك لما تتجوز لوحدك، صلي، خد خطوة ايمان وطلع.